اللي يحب النبي يصلي عليه. دلوقتي انا صحيت من النوم، لقيت نفسي جعانه واحنا بالليل وعايزه نتعشى، وما لقيتش ولا لقمه في الدار، لا هني ولا هني. رحت طالعه فوق السطح، لقيت فيه مصارين قدام الكلب اللي ابويا مربيه. رحت جايبه كيسه المصارين من قدام الكلب، ورحت اخدها مفضياها في مصفى كده، وقلت هنغسلها ونحاول نعمل منهم عشوه حلوه، ما نموت من الجوع يعني. لازم الانسان كده يشكل في لقمته برضه. وهناخدهم دلوقتي بقى نجي غسلهم. شايفين البلح بتاع الفراخ عامل ازاي؟ الفرخه انا نعرف انها بيبقى لها بلحه واحده، البلح ده كله منين؟ هنغسلهم كده غسله حلوه، انما زي القشطه. داني هنغسلهم جامد قوي، ده كانوا مليانين جلاليط مدببه، الجلوط قد كده خرا ياما جو الفراخ دي اكيلي. بس انا هنخليهم زي القشطه معاكم دلوقتي، وهنحط عليهم حبه خل وهنصفيهم، وهنضيع منهم ريحة الخرو خالص. لا ريحة الخرو ديت بتبقى جامدة قوي. او هنفضي حبة خل بقى عشان خاطر الريحة تروح خالص، وهنسيبهم يصفوا ينزلوا كل المية اللي فيهم. وهنروح بقى نخبز شوية عيش معاكوا دلوقتي، لأن الدار ما لقيتش فيها ولا لقمة. معلش اعذروني عشان معايا برد في زوري. منك لله يابا، هنشلح وندعي عليك يابا. بتشل اللوز ليه يابا؟ الله ينتقم منك. وهنمسك العجين بقى نفركه كده، ونحط عليه زرطة ملح، أهم حاجة زرطة الملح، تدي للعجين كده بركة. الله يا أمي كانت تقول لي كده. وهناخد حبة مية وهنفضيهم بالراحة، لازم كده تنزلي بالمية نقطة نقطة، وتعجني وتدلكي وتفركي لحد العجين ما يشرب المية بالملح كله. لازم كده تدربيهم كويس، ونعاز دقيق تديله تاني. أنا أحسن واحدة تعجن. وداعا لوقفتنا في الفران على عيش الطابونة، والنسوان تبقى ريحتها عرق، والرجالة تقعد تتلزق فيه. عندكوا ابويا بقى راجل بارد قوي مدمن، يروح يجيب العيش كل يوم من الفرن، يمسك سلكة السنان كل يوم ويقعد يطلع الصدى اللي ما بين سنانه، وياخد بعضه ويغسل تحت باطه بالصابونة الريحة، وياخد البطاقة تحت التموين ويجري على الفرن من غير لباس حتى، ما يعني ما يلبس الشورت بتاعه، جاري مستعجل. يروح بقى يوقف في وسط النسوان ويفضل يعاكس فيهم لحد ما الراجل بتاع الفرن استغيث من ابويا ومن معاكساته ومن دمه التقيل. راح متصل على امي قال لها تعالي خدي المعلم طيوزه بسرعه لخرب علينا الدنيا ومبهدل الدنيا خالص. راحت امي جايبه عربيه نص نقل مليانه رجالي من اهلها، طبعا من عيلتها، عيله امي كبيره قوي، وراحوا نازلين على الفرن بعم سمير بتاع الفرن بابويا بالنسوان بكله، دمروا الدنيا والعركه دبت بالنبابيت، والفرن هب في وش الرجالي، وابويا شنبه اتحرق، والنسوان شعرتها شاطت، والدنيا اتملت صويت وحاجة مقرفة خالص. هو في كده، وندعى على ابويا دعاء اليوم دي، لان الفرن خلاص كده بقى على الحديدة، باص كله اتحرق. وهنمسك بقى العجينة نلتها ونلبيه، اهم حاجة لتة العجين ولبيه. وهنمسك رشيد شوية دقيق بقى كده ونجرسها، دي اسمها تجريسة. كانت ست تقول اهم حاجة، اللي اهم من عجن العجينة التجريسة دي، وترشيها تسطريها بالدقيق. كانت امي تقول يا عجين ايدي عطيتك الصحة والمروة اللي فيي فما تفتريش علي، كانت بتقولها كده. هنمسك بقى البوتاجاز نولعه ونرمي عليه المصفاية او صينية او اي حاجة تحطيها كده وتبططي. شايفين مش اي حد يعرف يعمل الحركة دي، ده انا عشان نعمل كده خدت كورسات، الله معلمة كبيرة اهو. هنفرد بقى العجينة على المصفى كده، وشوفوا الريحة بقى، والخبيث هيبقى زي العسل. مش تقولوا لي فرن فرن الواحدة بايديها تعمل كل حاجة. ده انا مرة ابويا كان عنده سخونية، وامي كانت خبزة العيش والانبوبة خلصت، كانت مجرسة العجينة ولسه ما خبزتوش، خبزت 10 كيلو رغيفة عيش على جورة ابويا في السخونية، والرغيف طلع جابب وجد كده. امال الرجالة زمان كانت فيها صحة، مش زي البني ادم دلوقتي لو جاله السخونية تحس انه متلش كده وهيموت. زمان كان يبقى الواحد وشه احمر زي الفرن. امي على جورة ابويا بقت تطلع كسرة العيش جد كده، احسن ما العيش اللي في ايدي ده كمان. دي فالنة ابويا الحمالات نحط فيها العيش عشان البركة تزيد كده. وهنفرد واحد كمان اهو. يا سلام على الخبيز، يا سلام في الدار حاجة تانية، مش تقولوا لي نشتروا من بره.
بره مفيش امان، لان انا مره جبت رغيف سخن كده بنفتحه عشان نحشي حته جبنه وناكله، لقيت فيه ضفر، ويا ريته ضفر نضيف، لقيته ضفر وسخ، لو ضفر نضيف كنت كلته عادي، لكن المنظر كان مقرف قوي. عشان كده بنعمل الحاجات دي جوه الدار بدل ما نلاقي حاجات وسخه فيه. العيش بيبقى طري كده، والعجينه اي حاجه تتحط فيها بتلزق على طول، الراجل يطلع حاجات من مناخيره ويلزقها في العجينه زي الزبيب كده، والعجينه بتبلع ما بتقولش لا. فعشان كده لازم تعملوا حاجاتكم في الدار. وهننزل ببخ الدقيق على الطبلية كده، ونحط الجرصة وننزل عليها لت ودج كده لحد ما تفرد معاي. شايفين الماسورة دي بتاعت الشفاطة بتاعت الحمام اتكسرت، فقلت نرميها لبتاع الربابيك، يا هيديني فيها كام يعني، احسن حاجة نخبز بيه، وهي نفعتني برضه. شايفين رغيف العيش اتحمر وبقى زي الورد، يا نهار اسود، ده طلع له عينين، ده فاضل له دقيقه ويطلع له رجلين وينطلق جري ورايا في قلب الدار وانا قاعده لوحدي. يا ساتر يا رب، ده عو ده والله، يا ساتر شكله مرعب قوي، بس هناكله برضه ما يترميش خساره. ومسكت الرغيف شجلطته يمين وشمال وشمال ويمين. ايوه شايفين الشطاره. وهنرميه بقى على المصفى كده عشان يولع راخر. وحطيت جرصه تانية ونفرد بقى. اهي دي الفرادة بقى، مش تروحوا تجيبوا مكنك ترولي تفردوا به العيش. العيش ما يتفردش الا كده بالطريقة بتاعت زمان البلد دي، الله لازم كده. وحندور على الرغيف بقى كده ونشوف ايه اخباره ونقلبه. اول ما الرغيف يديكوا النورة الصفرة تعرفوا انه خلاص بقى زي ورق البافرة اهو، ونشجلطوا كده. نحب نشجلط الرغيف قوي، مش اي حد يشجلط يا جدعان، الشجلطه دي ليها ناسها. شايفين الرغيف عامل ازاي، والريحه بقى، الريحه جميله وحاجه مضمونه. يا سلام يا سلام، في الهوا كده تطيريه زي الفطير المشلتت وتجدحيه، وتوطي عليه النار شوي، اوعي يعلى النار عليه لا ينحرق منك، وساعتها هتقولي اتحرق مني العيش. انا قلت لكم على كل حاجه اهو عشان تبقوا عارفين، ان شاء الله مش هتعرفوا تعملوه. حطيت الرغيف على المصفى كده، ولميت بقى الدقيق عشان خلصت خبيز، ده انا شاطره قوي امال ايه. وطلعت اخر رغيف كده نفضته وحطيته بقى في الفليني. شايفين العيش عامل ازاي زي الزبده، شوية عيش زي الزبدة عليا الطلاق. ما تعرفوا تعملوا رغيف من دي عمايلي، وما أدراكم من عمايلي بتبقى عمايل سودة. أحسن حاجة تروحوا تجيبوا العيش من الفرن الساعة 6 من الطابونة، ولا تخبزوا ولا تعملوا، أصلكم مش هتعرفوا تعملوا زيه، أنا عارفة. خليكم في الطابونة أحلى، عيش الطابونة بيبقى كله دبان ميت وضوافر، بيبقى كده أمال إيه. شايفين زي الزبدة ازاي. وهنمسك الطاسة بقى نحطها على النار كده، ونفضي فيها شوية زيت، وتكتروا الزيت لأن أهم حاجة الطاسة تبقى عمرانة بالخير زي زمان كده، اسمعوا مني. تدلدجي في الزيت كده، مش مشكلة غالي مش غالي، لازم تدي كل حاجة حجيه، المهم اللقمة تطلع في النهاية طعمها حلو. ونجيب المصارين كده ونطرشها في قلب الطاسة، هتعمل تيش والريحة الزفرة كلها تطلع في الهوا. شايفين زي حبال الاندومي ازاي، لازم تبقى محبلة كده. وبعد كده هنضربها كده معلقتين كده، نقلبها ببعضها، وهنروح نجيب الكماشة والمقص. المقص دي بتاع ابويا بيقص بيه ضوافر رجليه، الضفر اسود زي قشر المخلول كده وريحته نتني. هنقطع بقى حتت صغيرة كده عشان ما تبقاش لفة على بعضها، تبقى زي طرنشات الكبدة امال ايه. وهنجيب نص الطماطماية كده تكون فحلة كبيرة، ونمسكها نبشرها بشرة رفيعة خالص، عشان كل الطماطماية ما اتبشرت رفيع تبقى زي الصلصة كده. ونزلت بيها على المصارين وخدتها تجلبتين كده، والريحة بقى قلب الدنيا، ولا ريحة الهمبرجر حتى. وذرة ملح رفيعة كده عشان تبقى برضو محبشة نفسي، وحبة فلفل اسود ومطين بطين على عيشتنا السودة، وحبة شطة،
ونقلب بقى. شايفين اللون بقى عامل ازاي؟ ونطرنش كده قرن الفلفل طرنشات، ده فلفل حامي عشان يفتح نفسي على العشي. انا نحب ناكل الفلفل الحار قوي. وقطعته كده مكعبات تكون كبيرة عشان تبقى باينة ما تبقى صغيرة. وحتة شطة حمرا كده هي تدي لون برضو وريحة وتفتح النفس. لازم تحبشوا اللقمة كويس عشان نعرفوا نطفحوها. اهو هنفضي الفلفل ونقلبه تقلبتين بقى على الالوان، احمر في اخضر في بتنجالي في رماني، لون جميل جدا اهو يفتح النفس حاجه كده. ولا حتى من المطاعم. امال ايه؟ الطاسه اتحرقت ولا ايه؟ المصارين شاطت ولا ايه النظام بالظبط؟ وحنطرنش طماطمايه كده طرنشات حلجان كده جوليان كده، نقطعها جوليان. ونجيب بصله برضو نعملها جوليان، قطعتها جوليان رفيح كده عشان ريحتها تبقى حلوة كده. امال ايه؟ لازم كده البصل ما فيش غنى عنه، بيدينا فيتامين كده ويخلينا ندمعه. وهنقطع ليمونة ونطلع منها البيض وننزل بيها فوق المصارين عشان برضه مهما يكون المصارين ريحتها خارة. امال ايه؟ احنا هنضحكوا على بعض، ده مصارين كلاب، مهما تتحمر مهما تتشمر برضه اكل كلاب يا جدعان. بس هنعمله ايه؟ الظروف اللي بتضطرنا ان احنا ناكله اكل الكلاب. وهنجيب رغيف كده ونفرده في الصينية وهنوريكم هنعمل ايه فيه. هنفضي مغرفة مصارين من المحمرة الجميلة دي اللي زي الكبدة دي، الله على الريحة الله. وهننزل بتلات اربع حتت بصل كده على رفيع، وخرطتين طماطم، وحبة جبنة. الجبنة المزدبيلا دي جميلة جاوي، مزدبيلا من الأصلية اللي هي بتمط دي، مش أي مزدبيلا. شايفين أهو. وهنغزها بالخلة. الخلة دي أبويا مسلك بيها أسنانه، بس مش مشكلة مستعملة يعني، بس مش حد غريب اللي مستعملها، ده أبوي. وحتة سمنة جنة في الطاسة كده عشان الرغيف ما يلزقش مني أهو. وهندوبها كده يمين وشمال وشمال ويمين لما ريحتها تطلع كده وتقدح. ننزل بقى بالرغيف اللي زي الجلجاسة دي، رغيف 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 ملوكي، مش رغيف حاجة صغيرة زي ما بتروحوا تشتروه، لا مليان محشي كده. شايفين الخير؟ وتزودي الجبنة. حد هيقول لك بتزودي ليه؟ والله ما حد هيعبرك، حطي. انت اللي هتاكليه ولا حد تاني اللي هياكله؟ احنا اللي هناكلوه يبقى نحطه ونمله الحاج. وشكيته برضه بالسلة عشان ما ينفجرش ويفضل محتفظ بجبنته وبحاجته. واهم حاجة في الشندوتشات دي انها تاخد لون وتبقى مجرمشة. وهننزل على السندوتش التالت. هم 4 سندوتشات، 4 السندوتشات دول هناكلهم كلهم، محدش معايا في الدار، ويا ريت يكفوني. بس انا لو كان عندي جبنة اكتر كنت عملت اكتر، لكن الجبنة نفذت لحد كده. وهرصهم جنب بعض كده. واهم حاجة اللون زي ما قلتلكوا تبقى مجرمشة مش تبقى طرية. يا سلام، سلم يا سلام على ريحة المصارين التمام. وفضيت اخر حبة مصارين كده، ورحت جايبة غموسة كده وملحوساها بطعم المصارين ورشجاها في قلب بوجي. الريحة اصلا طالعة جوعتني، ده انا مستنية السندوتشات دي تتحمر عشان هننزل عليهم ناكلهم كلهم، هننسيفهم، ده انا ميتة من الجوع. وحطيت اخر شوية بصل كده وطماطمتين وحبة الجبنة، ونفضي الجبنة كلها كده. وننصحكم لازم تجربوه، هتقولولي يخرب بيت أبوه، دي أكلة ما تتعوضش، جميلة جاوي. وحطيت السندوتش الرابع، وهنهدي كده عليهم بقى ونصبر كده لحد ما ياخدوا اللون اللي أنا عايزاه. شايفين اللون عامل ازاي؟ مش أي حد يعرف يحمرهم ويوصلهم للون الجميل دي. وجبت الكوباية، والجزازة دي انا لقيتها في الدار، ما نعرفش دي جزازة فينيك ولا سم ولا ايه، المهم نفضوها ونشربوها زي ما تيجي بقى. المهم نبلع بيها اللقمة، امال ايه؟ لازم كده. وفضيتها كده. يا سلام على الرغاوي دي، نحب الرغاوي دي جاوي. وفضيت كيس شيبسي برضو كده عشان نفتح نفسي، امال ايه؟ الاكل ده بيبقى مزاج. وحطيت السندوتش كده وقطعته.
يا سلام على الريحة وعلى الطعم، يا سلام. ايه الجمال دي، شايفين الجبنة بتدلدج منه ازاي؟ جبنة فاسدة، الكيس ده من رمضان اللي قبل اللي فات، بس لازم نحطه برضه. شايفين الجبنة سايحة ونايحة ازاي؟ يا سلام يا سلام، أكلة جميلة. وحننزل بقى على السندوتشات بالصلصة الحارة، هتبقى زي العسل. السندوتشات بتاعت المصارين ديت عليها فاسية نتني، يعني الليلة فيصل لحد الصبح.